السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى انا هعمل لكم الصينيه دي. انا بالنسبه لي بعتبرها صينيه السعاده. الصينيه دي مش بتنزل في بطني، بتنزل في قلبي، بتنزل في قلبي والله. مكوناتها بسيطه جدا. اول حاجه معانا نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو سجق، ونص كيلو كبده. هنتبل بقى اللحمه فلفل اسود، كمون، كزبره، 7 بهارات، حبهان مطحون، شويه بقدونس مفرومين، وحته من اللية، وبصله مبشوره، ومعايا نص كوبايه من البرغل وملح، ومعايا نص كوبايه من البرغل كنت نقعاه. وهقلب بقى كل المكونات مع بعضيها. انا بحب الكفته يا جماعه، انا بحب احط لها شويه من البرغل، بيديها قيمه غذائيه عاليه وبيزود الكميه معانا، وبيبقى طعمها حلو قوي مع طعمه حلو قوي مع الكفته. وحطيت حته من الثوم المهروس، وقلبت كله مع بعضه. اللحمه المفرومه طبعا لما بتتعمل كفته لازم تتعجن كويس وتدعك كويس كده يا جماعه. زودت عليها دلوقتي نص معلقه من البيكنج باودر، تديها هشاشه كده وتخليها ما تكشش وتبقى هشه كده وطعمها حلو كده. الكفته بتاعتنا جاهزه، والانسجه بتاعتها اتمسكت كلها مع بعضيها، وبقت الكفته معانا جاهزه. هندهن بقى ايدينا زيت ونبدأ بقى نعملها كور كده. دي انسب شكل، يعني الكور احسن مما تكون صوابع. على البوتاجاز بقى هنجيب المقلاية بتاعتنا، وهنحط حوالي 3 معالق كبار من الزيت. هنزل عليهم بحتة من اللية كده متقطعة، وانزل عليهم بالسجق. هقلب كده لحد ما السجق يبدأ ياخد لون معايا. مش هنسيب اللي تاخد لون، لا، هنخلي كله في قلب بعضه كده. السجق خد لون معانا، هنزل عليه بالكفته. مش هقلبها يا جماعه ولا اي حاجه، هسيبها كده يا دوب بس ارج المقلايه لحد ما تتشمع معايا عشان ما تفكش وتبدا تاخد لون. انزل عليهم بالكبده. الكبده اخر حاجه طبعا، انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت. واسيبها اول ما الكبده تبدا تاخد لون معايا كده هقلب كده. الكبده خدت لون معانا يا جماعه، قلبنا بقى كله مع بعض. مش انا بقول لكم صينيه السعاده؟ ريحه بقى وطعم وجمال مش قادره اقول لكم. وقبل ما اطفي عليها بحط بصلايه كده متقطعه شرايح، وكم قرن فلفل حار، بيدي كده طعم ومش بيحرقها ولا حاجه، بس بيدي طعم كده فيها واللي يحب ياكله يعني بياخده من وسط الحاجه. وانا مش عايزه البصل بتاعي يتحمر، يا دوب بس يتدبل. وهنزل بقى بمعلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه 7 بهارات، ومعلقه كبيره من الملح. واقلب بقى كله في قلب بعضه كده. الوصفه بتاعتنا استوت يا جماعه وخلصت، ولا خدت وقت ولا اي حاجه. وقبل ما اطفي بقى انزل عليهم بقطعه كده من الثوم المهروس، بيديها ريحه كده حلوه في الاخر. مش هنستنى اما يتحمر معايا. وادي الصينيه بتاعتنا جاهزه. هنجيب بقى صينيه كده ونحط فيها العيش. ودي كان شويه جرجير قطعتهم وحطيتهم عشان انزل على الجرجير دوت بالوصفه بتاعتنا وبالاكله بتاعتنا. طبعا العيش ده في الاخر بقى بنتخانق عليه لانه بيبقى متشرب من كل السوائل بتاعت الاكل ده كله. بصوا منظر الصينيه يا جماعه، والله مش بقول لكم صينيه السعاده. جميله وسهله وطعمها حلو. وهنجيب بقى العيش ونحط بقى الاكل. طبعا الفلفل ده اهم حاجه بالنسبه لي، ومعلقه الطحينه. وقلب بقى. واللفت بتاعنا بقى دوت اللي هيبلع معانا الاكله. ويا سيدي على الجمال، ويا سيدي على المنظر. يا ريت تجربوها، هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير،
واشتركوا في قناتي هيجيلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.